السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض الكوكيز القمر دوت. شايفين يا جماعة؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. هنأكل العيلة كلها ب3 كوبايات دقيق بس. كل الكمية اللي انتوا شايفينها ديت من 3 كوبايات دقيق. تعالوا نشوف عملنا الكوكيز الجميل ده ازاي. يلا بينا. هجيب كوباية الشاي الكبيرة ديت او كوباية اللي بنشرب فيها لبن اللي هي 200 مللي، وهعاير بيها. اول حاجة هنحط كوباية من السمنة، وننزل عليها بكوباية من السكر البودر، ونقلب بقى المكونات دي كويس جدا 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 لغايه لما لونها يفتح. بصوا، هنمسك كده المضرب اليدوي. عندي كده مضرب كهربائي، حابه تستخدميه براحتك. مش حابه تستخدمي المضرب الكهربائي وتعملي بالمضرب اليدوي زي ما انا عملت كده، برضو براحتك. هي عامه ما بتاخدش وقت، هي الحكايه كلها بتاع 5 دقايق. شايفين بقى؟ هو ده اللي انا بتكلم عليه. شايفين الخليط لونه فتح قوي ازاي؟ اول ما نوصل للدرجه ديت هنروح حاطين هنا 2 من البيض. بصوا يا جماعه، في بيضايه هنا كان فيها صفرتين، وطبعا ده هيديله هشاشه اكتر وهيكون طعمه احلى. لو طبعا لا، ممكن نستخدم بيضتين عادي يعني، مش لازم البيض اللي هو فيه صفرتين، انا بقول لكم يعني. وبعدين هننزل عليها 2 باكت من فانيليا، ونقلب بقى كويس جدا بعد ما حطينا البيض. وبعد ما قلبنا المكونات دي كويس جدا كده، هروح نازله بقى بالدقيق. الدقيق عندي هنا يكون 3 كوبايات من الدقيق. خلاص كده، عندي هنا 3 كوبايات من الدقيق. كوبايه 2 التلاتة. وبعد ما نزلت الدقيق كله، هروح نازله عليه بقى بكيس بيكنج باودر اللي هو دريم يا جماعه، اللي هو كيك شيف. وهقلب بقى الكلام ده كله كده كويس، طبعا بايدي لان هنا المضرب مش هينفع. مش حابه تعجني بايدك، ممكن تستخدمي الاسباتيولا عادي. بصوا بقى، بعد ما لميت العجينه طبعا هي ملزقه لسه عايزه دقيق تاني، بس قبل ما احط لها دقيق هقسم العجينه نصين كده. واول نص احنا قسمناه هحط عليه معلقتين من الدقيق، وهلم بقى العجينه تاني لغايه ما تظبط معايا. هوريكم الملمس بتاعها دلوقتي بعد ما المها. شايفين؟ دوت الملمس بتاعها. عايزين نضغط عليها كده ما تشققش. ونيجي بقى للنص التاني ونروح حاطين عليها معلقه كبيره من الكاكاو، ونروح برضو مقلبين كويس جدا. وبعد كده نشوف قوام العجينه، برضو هنكورها كده ونضغط عليها ما تشققش. شايفين؟ بالشكل ده. كده بقى عندي عجينتين من عجينه واحده، بدل ما كنا حطينا بقى زودنا لبن والكلام دوت او زودنا سمنه تاني. لا، احنا مزودناش حاجه، يدوبك بس زودنا الدقيق وهنا زودنا الكاكاو. نيجي بقى للشوكليت شيبس. طبعا احنا مش هنحط الكميه كلها، احنا هنحاول كده نفضي في اي حاجه واسعه، وبعد كده نروح حاطين عليها العجينه. شايفين؟ بالشكل دوت. هي دي طريقه التشكيل بتاعته. حابين بقى تكتروا الشوكولاته عن كده، حابين تقللوها عن كده براحتكم. ونسيت اقول لكم، لو انتوا عايزين تحطوا شويه من الشوكليت شيبس في العجينه برضو عادي، بتبقى جميله جدا. شايفين؟ هنقطع بقى كده نفس الطريقه كده كلها كور كده، بس ما تكونش كبيره قوي يا جماعه عشان حجمها بيتضاعف. ونحاول على قد ما نقدر ان احنا بنرص في الصينيه ما نلزقش الكوكيز كله في بعض. لازم نسيب مسافه شويه. شايفين؟ بالشكل ده. خلصت الكميه بتاعتي ودخلتها الفرن. وعايزه اقول لكم هنا على ملحوظه او غلطه انا عملتها. لما دخلت الكوكيز بتاعي الفرن كان لسه محمرش، فشغلت عليه الشوايه. الشوايه لما كانت عاليه يا جماعه حرقت الشوكولاته. عايزه اقول لكم ان انتوا لما تحطوه تحت الشوايه تخلوا يعني تحاولوا على قد ما تقدروا تخلوا الشوايه هاديه قوي، يا اما تعلوا الفرن على اعلى درجه حراره عشان خاطر ياخد لون بسرعه وما يقعدش يطول او ينشف. انا عامه ما شغلتش الفرن عاليه قوي، يعني خليتها في الوسط. فالكوكيز بتاعي حسيت ان هو هيطول فيها ولسه محمرش، فشغلت عليه الشوايه.